واشن عمرك تساءلتي شنو يدير العقل ديالك ملكة تنعس. واشن الأحلام مجرد تخيلات ولا عندها معنى أعمق. العلماء بقاو سنين طويلة كيقلبوا على الجواب، واليوم غادي نكتشف شنو كيقع في المخ ديال الإنسان ملكي نعس، وشنو الدور الحقيقي ديال الأحلام في حياتنا. منين كتسالي النهار وكتسد عينيك الجسم ديالك كيدخل في مرحلة راحة، ولكن العجب الكبير هو أن العقل ما كينعسش، بالعكس كيبقى يخدم بطريقة غريبة بزرف. فهذه اللحظات كيبدأ الدماغ ينظم المعلومات لتجمعات في النهار وكيدير بحال تنظيف للذاكرة، وهناك تبدأ الرحلة ديال الأحلام. العلماء لقوا أن الإنسان كيدخل مراحل مختلفة في النوم، ولكن المرحلة اللي كتوقع فيها الأحلام كيسميوها مرحلة النوم العميق أو رام. فهذه اللحظة العينين كيتحرك بسرعة، لكن الجسم كامل كيبقى ساكن بحال إلا مشلول. العقل هنا كيدير سيناريوهات معقدة، كيعيد بناء صور، أصوات ومشاعر من الذاكرة، وكيجمعهم بطريقة غريبة ما كتشبهش الواقع. واشن عرفت شنو السبب؟ الدماغ عنده جزء اسميته القشرة البصرية، هذه كتخلق الصور، وجزء آخر كيصاوب الأصوات، وجزء ثالث كينسق الأحداث. ولكن ملك ينعس الإنسان هذه الأجزاء كيتخدم بلا منطق واضح، وهذا الشيء اللي كيعطي ذاك الخيال الغريب ديال الأحلام. مثلا كتلقى راسك كتطير، ولا كتجري وما تقدرش تحرك رجليك، ولا كتشوف ناس ميتين كيهضروا معاكك. هذه المشاهد كلها كينتجها الدماغ، ولكن بلا تحكم ديال العقل الواعي. يعني العقل الباطن هو اللي كيدير الفيلم كامل، والعقل الواعي كيبقى يتفرج. العقل الباطن هو السيد الخفي اللي كيتحكم في الأحلام. هذا العقل كيسجل كل حاجة وقعات في حياتك، المواقف، الخوف، الحزن، وحتى الأمنيات. ملك تنعس كيبدأ يفرغ ذاك الضغط بطريقة رمزية، بحال فيلم فيه رسائل مستترة. مثلا إلا كنت خائف من شيء حاجة في الحياة الواقعية، ممكن تحلم أنك كتطيح من بلاصة عالية. ولا إلا كنت متقلق من شيء شخص، ممكن تحلم أنك كتقاتل معاه أو كتجري عليه. العلماء كيقولوا أن الأحلام عندها دور نفسي مهم بزرف، كتخلي العقل يرتاح، وكتعاونك تفهم مشاعرك بطريقة غير مباشرة. كاين حتى بعض الناس اللي كيقدروا يتحكموا في الأحلام ديالهم، وهذه الظاهرة كيسميوها الحلم الواعي أو لوسيد دريمينج، يعني كتعرف راسك كتحلم وكتقرر شنو تدير داخل الحلم. تقدر تطير، تزور بلايس، أو حتى تواجه خوفك. هادي الناس كيتدربوا على هذه القدرة.